انتهت موسيقاليا مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز باريس سان جيرمان للسنة التانية على التوالي بركلات الترجيح على الأرسنال 4-3. الماتش خلص 1-1 في الوقت الأصلي ولعب وقت إضافي، وانتهى 1-1 ولعبوا ركلات ترجيح، وابتسمت لباريس سان جيرمان 4-3. أنا بقول إن الأرسنال ضيع فوز سهل في النهائي ده، لأن باريس سان جيرمان دي أنا من رأيي إنه أسوأ مباراة اللي باريس سان جيرمان لعبها طول الموسم. كان عثمان ديمبلي ما كانش في فورمته المعهودة، كفارة ما كانش في فورمته، دوي يعتبر الوحيد هو اللي كان بيحرك الهجوم لباريس سان جيرمان. فابيان لويس في نص الملعب ما كانش في الفورمة بتاعته. باريس سان جيرمان عموما ما لعبش مباراة زي ما لعب قدام بايرن ميونخ او بقية الفرق او بقية الماتشات في الموسم. الارسنال سجل في اول 5 دقايق وبعد كده ركن للدفاع طول الماتش، مع ان اللي تابع الماتش كان شايف ان دفاع باريس سان جيرمان في الماتش ده ما كانش متماسك. يعني لو كان ارسنال لعب ان هو يضغط في بعض فترات المباراة على باريس سان جيرمان انه يسجل التاني، كان هيسجل التاني وكان هيكسب باريس سان جيرمان ويحقق اللقب. لكن استطاع باريس سان جيرمان في الشوط الثاني للحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 65 وسجلها عثمان ديمبلي. عثمان ديمبلي اتصاب وطلع في آخر الماتش، فيتينيا اتصاب، مارقينيوس اتصاب، ومع ذلك لحقق البطولة للسنة الثانية على التوالي لويس إنريكي. لويس إنريكي هو حاليا أفضل مدرب في العالم. مبروك لباريس سان جيرمان، وبالأخص مبروك لويس إنريكي.